اهلا بيكم في فيديو جديد. ايه الاخبار؟ العالم اللي احنا عايشين فيه النهارده زي السبق، كلنا وقتنا ضيق وكلنا ورانا حاجات كتير نعملها، سواء كنت خريج وبتشتغل او لسه طالب مضطر ان انت تخلص حاجات، وراك دايما ديدلاين، حاجات تتسلم، عايز تقضي وقت مع اهلك واسرتك، عايز تاخد بالك من صحتك، تروح الجيم، تعمل حاجات انت بتحبها او تمارس رياضه معينه، ما تحسش ان انت بتضيع وقتك كله ان انت تاكل وتشرب وعايش في روتين. من الاخر حياتنا سريعه، خصوصا لو انت عندك طموحات ان انت تعمل حاجات كتير مختلفه، ان انت تكبر مثلا في شغلك او في دراستك وفي نفس الوقت تعمل حاجه تانية جنب الحاجات دي عشان توازن ما بين كل ده من غير ما تحس باحباط. دي حاجه مش سهله، انا حاولت اعمل ده قدر الامكان، والنهارده عايز اتكلم عن اكتر حاجه ساعدتني في ان انا احاول ان انا اتحكم في وقتي، او على الاقل يبقى عندي تصور انا وقتي ده رايح فين، بحيث ان انا اقدر احسن من دوت، اقدر ان انا يبقى عندي شويه زمام في الوقت اللي انا بضيعه في ايه، وازاي ان انا اضيع وقتي في حاجات تانية انا شايف ان هي اهم مثلا من الوقت اللي انا ضيعته فيه ده. لا اول مره تشوفني، اهلا، انا اسمي محمد ابو زيد، والنهارده عايز اوريك التقويم بتاعي، ازاي انا بقسم يومي واسبوعي. حابب اشارك ده معاك او معاكي، يمكن يبقى ده مفيد بالنسبه لك، او يمكن يبقى عندك طريقه تانية فانت تقول لي عليها فانا استفاد منها برضو. طيب تعال نخش في الموضوع على طول. انا بستخدم تقويم جوجل كالندر، ده مشهور جدا، ده حاجه الكترونيه لو انت ما تعرفش، سوفت وير من جوجل. ببساطه انت بتستخدمه علشان تحط زي بلوكات او مواعيد جاهزه للتاسكات اللي انت عايز تعملها بالظبط. ممكن تقسم المهام اللي وراك، زي مثلا ان انت عندك جامعه فانت تقسم المهام اللي وراك في الجامعه، عايز تذاكر 1 2 3 مواد، وراك امتحانات معينه، حطها مثلا في المهام بتاعه جوجل، وفي نفس الوقت يبقى عندك الاوقات بالظبط اللي انت عايز تقضي فيها مهام معينه دي. على سبيل المثال لو انت عندك امتحان ماده معينه وعارف ان انت الماده دي قدامها اسبوعين، عايز تذاكر لها في الاسبوعين دول مثلا كل يوم، بس انت مش كل يوم فاضي، انت عندك مثلا محاضرات او انت تكون بتشتغل، فعندك اوقات انت عارف ان الاوقات دي انت مش هتكون فاضي فيها. ازاي تنظم كل ده؟ تعالوا نشوف مع بعض. طيب ده شكل جوجل كالندر في اسبوع عادي عندي. انا بشتغل وفي نفس الوقت بدرس، معناها ان انا عندي اوقات اكون بشتغل فيها، اوقات تانية هكون عندي بس جامعه محتاج ان انا اروح احضر محاضرات او سكاشن، واوقات تانية انا عايز اذاكر عشان عندي امتحانات مثلا. على الجنب هنا انت تقدر انت تعمل كذا كالندر في نفس الوقت، معناها ان انت ممكن تعمل كالندر بلون معين، ممكن نيجي فيهم كده من تحت لفوق، فهنا اللون اللي هو انا اسف انا عاملها بالانجليزي، ممكن تعمله بالعربي عادي. هنا الموف ده مثلا معناه شغل، جامعه، تاسكات او المهام دي اللي انت بتحطها، مثلا انت بتحطها من جوجل، مهام معينه. الاخضر الفاتح ده مذاكره، مهام شخصيه، اعياد ميلاد لو انا عندي اعياد ميلاد مثلا، الناس مش عايز انسى اعياد ميلاد بتاعتهم، اهلي مثلا واصحابي. الترفيه ده اي حاجه انا شايف ان هي ممكن تندرج تحت الترفيه، زي مثلا ان انا لو هروح الجيم فانا هحطه تحت الترفيه. في كالندر ثابته باسمك في جوجل كالندر، اي حاجه تانية انت مش بتصنفها تحت التصنيفات دي فهو جوجل اوتوماتيكلي بيحطها لك باسمك. هنا مثلا ده يوم الاحد، انا عارف ان يوم الاحد ده انا عندي شغل فيه من 10 الصبح ل 7 بالليل، وانا باخد حوالي مثلا ساعه الا ربع عشان اروح الشغل، فانا حاطط ان هو من 9 ل 10 ده يومي، مواصلاتي من البيت للشغل، بعد كده شغال، بعد كده هرجع تاني البيت، بعد كده انا عايز ان انا اذاكر شويه كودينج اكسرسايزز، تمارين كودينج، وانا برضه عايز اروح الجيم، فانا مش عارف انا هبقى يعني قادر ان انا اروح الجيم اليوم ده ولا لا، فانا حاطط الاثنين. والله انا لقيت ان انا راجع من الشغل مش هلكان قوي فانا هروح الجيم، ما لقيتش فانا هعمل الحاجات اللي انا شايف ان المفروض اخلصها النهارده، لو ما خلصتهاش فاخلصها تاني يوم واروح الجيم، عشان واضح ان الحاجات دي يعني مش الزاميه قوي، لو ما خلصتهاش النهارده عادي ممكن اخلصها تاني يوم. اليوم اللي بعده الاخضر ده معناه جامعه، فده معناه ان انا عندي محاضره من الساعه 10 لحد الساعه 4، في نفس الوقت انا عارف ان انا عندي امتحان اسمه ADP، فانا عندي المفروض ان الجدول اللي انا حاطه لنفسي ان انا اخلص الحاجات دي في اليوم ده، علشان لو ما مشيتش على الجدول الدنيا هتزنق معايا جامد في المذاكره. المهم انا حاطط ان هو انا المفروض اخلص الحاجات دي، طبعا ده مش المفروض يبقى موجود عشان انا عارف ان انا هبقى هنا في المحاضره، في نفس الوقت انا حاطط وقت كبير جدا هخلص فيه الحاجات دي، بس ان انا اقعد 12 ساعه بخلص في الحاجات دي فده يعني وقت كبير جدا، بتهيألي انا يعني دي غلطه مني. المفروض ان هو ده مثلا كان يبقى من بعد محاضره من الساعه 5 مثلا لحد الساعه 10 11 بالليل، هنا حطيت جيم وهكذا. بتهيألي انت فهمت قصدي. اللي انا عايز اقوله لما انت تحط مهام معينه في الكالندر بتاعتك وانت تبقى شايفها قدامك في الكالندر، انا هعمل بكره الساعه كذا من الساعه مثلا 9 لحد الساعه 12 مذاكره معينه، محاضره 3 مثلا في الماده الفلانيه، فده بقى عندي كده شويه يعني زي ديل ما بينك وبين نفسك، او عقد الزامي شويه، ان انا عارف ان انا هعمل الحاجات دي، مش هصحى من النوم هقعد ساعه مثلا اقلب على الموبايل وبعد كده هقرر ان اوكي المفروض انا اقعد اذاكر، بعد ما اقعد اذاكر هقعد افكر هو انا المفروض بقى اذاكر اعمل ايه. فالتسويف ده بيخلي فرصه ان انت تخلص فعلا الحاجات اللي وراك يعني اصعب بكتير. انا من ساعه ما انا بدات ان انا احط فعلا كل حاجه في الكالندر او التقويم اللي انا المفروض اعملها، بعد ما انا اكون اوريدي قبلها مقسم الحاجات اللي ورايا بالظبط، النقط زي 10 نقط مثلا وهوزعهم، بحيث ان انا عارف ان انا الاسبوع اللي قدامي ده لما امشي على الجدول مذاكره وبعد كده مراجعه، فمثاليا هبقى
جامد جدا في الاخر، وان شاء الله هجيب درجه كويسه في الامتحان. كل حاجه ما بتمشيش زي الكالندر زي ما انت شفت. يعني مثلا انا اللقطه بتاعه الاسبوع دي عندي انا حاطط حاجات يعني مش منطقي ان انا مثلا قاعد في محاضره في نفس الوقت ورايا حاجات اذاكرها، بس على الاقل انت عندك عارف انا ايه اللي ورايا. الحاجات اللي ما خلصتهاش انا هبقى شايف ان انا اليوم ده انا ما خلصتش الحاجات دي امبارح، فانا المفروض اخلصها النهارده، او لو ما خلصتش النهارده او حاجات النهارده وبكره فانا يعني بعده هيبقى عندي مشكله، يبقى عندي حاجات كتير والدنيا هتتراكم عليا. ناس كتير بتفكر في الموضوع ده ما بين ان البني ادم دماغه يعني فيها نظامين، نظام ان انت بتقعد تفكر في الحاجه ايه الحاجات بالظبط اللي وراك وتخطط لها، النظام التاني اللي هو الروبوت ان انا عارف انا ورايا ايه، انا ماشي بخلص التاسكات اللي انا حاططها لنفسي قدام. وكل ما انت كنت قادر ان انت تفصل الحاجات اللي وراك دي كل ما هتلاقي ان انت الدنيا تمشي معاك بسلاسه اكتر، او على الاقل دي خبرتي. لو عندك افكار او نصايح تانية في تنظيم الوقت ممكن تقولي في الكومنتات، هتبسط جدا. انا بحب جدا ان انا اقرا في الموضوع ده عشان حاسس ان هو بيبقى مفيد ليا شخصيا وبيديني احساس اكتر بالانجازيه. لو الفيديو ده عجبك ممكن تشاركه مع حد ممكن يستفاد بيه، ممكن تعمل سبسكرايب عشان تشوف الفيديوهات الجايه. بس اشوفكم فيديو جديد.